المؤتمر الوطني للشباب الذي يأتيكم بعنوان الصعيد ما بين التحديات وآفاق المستقبل، وسيادته التقط الخيط من السيد الوزير الإسكان، السيد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان. يعني فخورين كلنا فعلا. يعني انا جايه في كل لحظه في الطريق بقول الحمد لله الحمد لله ان احنا معانا رئيس زي حضرتك. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله. ربنا يحفظك ويتقبل متطلبات الشعب المصري بالطريقه الديمقراطيه اللي حضرتك عودتنا عليها. ربنا يبارك في حضرتك. ولا سيادتك يا ريس. نشكر حضرتك جدا يا فندم خليت الزياره مفاجاه وخليتها طالبنا ان حضرتك تيجي وتشوف الموقع بنفسك. مع حضرتك يا فندم. اسمح لي حضرتك اشرح لحضرتك المشروع. احنا هنا في موقع محطة كيما 2. المشروع ده هي عبارة عن محطتين مع بعض، هما كيما 1 وكيما 2. ده موقع كيما 1 وحضرتك ده موقع كيما 2. المحطتين دول من الاسم حضرتك كانوا بيخدموا منطقة مصنع كيما اللي هي المنطقة السكنية المحيطة بالمصنع كله، اللي كانت منشأة يمكن من الستينات مع بداية تنفيذ المشروع. يمكن بس حتى ادي لحضراتكم يعني مثل برضه عشان نبقى عارفين تاريخ وانا هقف عنده بس حضرتك، ان امر الاسناد اللي طلع لتنفيذ هذه المحطة طلع سنة 69. المحطة ابتدت تشتغل 91. انا بس عشان حضراتكم نبقى عارفين المحطة